السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سلو اولا سفوف مغربي اللي كيجي بنين بزاف ومقوم وكيجي معلك ومرمل في نفس الوقت. واهم حاجه اننا ما غاديش نخدمو لا بالزيت ولا بالزبده، فقط بالقوام ديالو كيجي واحد السفوف اللي هو معلك كيف ما كتشوفوا. يلا نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا كاع المقادير والطريقة ديال التحضير. اول حاجة غادي نبداو بها. انا غنشارك معكم يعني طريقة كيفاش توجدوا على بكري وتوجدوا حاجة بحاجة، وهكا باش ما كيغلبكمش الصفوف، يعني كتوجدوا بواحد الطريقة اللي هي منظمة. انا هنايا خديت كيلو ديال الزنجلان اللي غسلته ونشفته ونقيته مزيان مزيان. كندوز كنحمرو نص بالنص، يعني غير في المقله على نار اللي هي اقل من متوسطه. كنبقاو كل مره نحركو، ما كنغفلوش على الزنجلان ديالنا. تقدروا تحمروه في الفران ولكن ردوا له البال. هنا ملي كيبدا يطرطق عرفوا بلي ان الزنجلان ديالنا بدا كيدخل ليه الطياب وبدا كيتحمر. بالنسبه للزنجلان حنا ما بغيناش غير نصهدوه، راه بغينا نحمروه مزيان مزيان. هنا كنحيدو هاد الكميه هادي وكنديرو كميه ثانيه حتى هي على نار اللي هي مهيله، وكنبقاو نحركو في الزنجلان ديالنا، ما كنغفلوش عليه، ضروري كل مره كنحركوه. من بعد ما حمرت الكميه الثانيه صافي كنحيدوها من المقله وكنضيفو، يعني كنخلطوهم كما شفتوا. هنا باش نعرفوا ان الزنجلان ديالنا راه تحمر مزيان وتخلاه الطياب، كديروه يا اما كتذوقوه كديروه فمكم كتلقاوه مقرمل وانه محمر فيه مذاق زوين، راه صافي. اولا كديروه ما بين صباع يديكم وكتبقاو تحكوه هكا ما بين صباع يديكم. الا لقيتو ديك الزنجلان كيتفرتت عرفوه باللي صافي راه تحمر. الا لقيتوه كيتلوى معاكم هكا بحال العجينه عرفوه باللي مازال خصو واحد شويه. هنايا كما شفتوا حيت واحد 300 غرام اللي درتها على جنب، هذيك الكميه غادي نهرمشها. وهاد الكميه اللي بقات ليا غادي ندوز نطحنها حتى كيطلق لينا هاد الشنجلان الزيت ديالو. انا غادي نخدم بهاد الاله الكهربائيه، راه ما شاء الله عمليه، وخا صغيره كتاخذ شويه د الوقت ولكن عمليه. كتخرج يعني الزيت من ديك المكسرات من هاد الزنجلان والكاوكاو واللوز كذلك. اهم حاجه اننا الزنجلان نطحنوه هو باقي سخون باش كيساعدنا اننا نطحنوه بسرعه. كما شفتوا مره راه الموس كيضرب في الخوا، عرفوا بلي الزنجلان طلع لكم على الجوانب، هبطوه عاد كملوا يعني كملوا طحنوه. كما شفتوا الزنجلان طحنته مزيان مزيان حتى طلق ليا الزيت. غادي الى يعني غادي للسوائل، ما بقاش واحد معجن اولا بقاو حبيبات، ضروري اننا كنطحنوه بحال هكا. انا طحنت هاد المكونات، يعني تعمدت انني نطحنهم تيطلقوا الزيت باش كنستغناو على الزبده والزيت العاديه او الزيت الروميه. هنايا ملي كنبغيو نطحنوا كميه ثانيه ضروري كنسخنوها. ملي كيبرد الزنجلان راه كيصعب عليكم انكم تطحنوه يطلق لكم الزيت بسرعه. من احسن سخنوا كل كميه بغيتو تطحنوها سخنوها هي الاولى. كما شفتوا انا طحنت ديك الزنجلان ديالي كامل، شوفوا القوام ديالو كيفاش عامل. انا هنا غادي نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه على جنب. كما قلت لكم انا غنوجد كل شيء، يعني عاد ندوز نخلط الصفوف ديالي كنوجد كل شيء حدايا. انا خديت كيلو ديال الكاوكاو اللي درته في الماء طايب وقشرته. خديت يعني النوع الكبير، يعني ما خديتش ديك الصغيور. صافي هنا كنديرو في واحد الكوكوط وكندير عليه الماء وكندير لهم شرائح ديال الحامض وكنديرو فوق النار حتى كيغلى ليا هاد اللوز هذا مزيان. هنا خديت حبه حلاوه والنافع، انا سخنت المقله شويه فوق البوطه. غادي نصهد فيه هاد حبه حلاوه. بحال اللي قلت لكم ان هاد حبه حلاوه والنافع ما خصهمش يتحمروا، راه خصهم غير يتصهدوا واحد شويه صافي كنحيدوهم. غير كنسخنوا المقله كنحيدها من فوق البوطه وكنصهد فيها هاد حبه حلاوه وهاد النافع. صافي كذلك صهدت هاد النافع حتى هو غادي نحيدو، وغادي ندوز هنا مباشره انني نطحنوه. اهم حاجه اننا اي حاجه وجدناها نطحنوها ونحيدوها علينا. غادي نطحنوا النافع مزيان مزيان حتى كيرجع ليا غبره، وضروري اننا كنغربلوهم، اي حاجه طحناها نغربلوها، ضروري نغربلو هاد النافع وحبه حلاوه. هنايا حتى كنطحنوا داكشي عاد كناخذوا القياس ديالنا شحال، يعني شحال خصنا ديال حبه حلاوه وديال النافع. صافي هنا كذلك
طحنت ديك حبة حلاوة حتى هي طحنتها مزيان مزيان. هنايا غادي ندوز ناخد 2 معالق ونص حتى 3 ديال المعالق ديال النافع، و2 معالق ونص حتى 3 المعالق اللي كيكونوا عامرين مزيان ديال حبة حلاوة وديال النافع كذلك. هنايا غادي نغطيهم ونخليهم على جانب، وديك الكمية اللي بقات ليا غادي نديرهم في واحد الطويسات وغادي نخبعهم. هنا كما شفتوا الكاوكاو من بعد ما غلا ليا مزيان حيدته صفيته في واحد الشبيكه، وغادي نديرو في واحد المنديل ونخليه ينشف واحد شويه، نمسحوه ونخليوه ينشف. هنا الجنجلان اللي خديت ديك 300 غرام، ما بين 300 غرام حتى 350، غادي نهرمشو على هذا الشكل هذا. ما كنخليش انا ديك الزنجلان صاين، يعني ما بغيتو الصراحه ما كيجيش زوين بزاف في الزنجل في الصفوف. من احسن نهرمشوه واحد شويه، غير واحد شويه فقط. هنايا الكاوكاو، بالنسبه للكاوكاو من بعد ما نشف غادي ندوز نقليه في المقله الاولى في الزيت اللي كتكون بارده على نار اللي هي متوسطه، وكنبقاو نحركو، يعني ما كنحطوش الكاوكاو ونغفلو عليه، راه كل مره كنبقاو نحركو حتى كيتحمر الكاوكاو، باش نعرفوا ان الكاوكاو ديالنا تحمر ويعني صافي راه وجد. راه كنحيدو واحد الحبه وكنخليوه يدفى واحد شويه، ديك الحبه كنخليوها تدفى، كنقسموها على جوج، كنشوفوها من الداخل واش مقرمشه اولا معجنه. صافي غادي نحمرو كميات ثانيه. انا الكاوكاو قسمته على 3 ديال الكميات. حمرت الكميه كامله ديال الكاوكاو، درتها هنا في واحد ورق المطبخ، وغادي نخليه يشرب ليا ديك الزيت واحد شويه. هنايا كناخد كيلو كذلك ديال اللوز. انا خديت اللوز البلدي البنات، ما خديتش ديك اللوز الرومي، خديت اللوز البلدي. خديت كيلو درتو في الماء طايب وقشرته حتى هو، وغادي ندوز نقليه في نفس المقله اللي قليت فيها الكاوكاو. غادي نقليو كذلك بكميه بكميه حتى هو، ومع التحريك المستمر وعلى نار اللي كتكون متوسطه، نفس الطريقه اللي درت من الكاوكاو، يعني كل مره نحركو ما كنغفلوش عليه حتى كيتحمر. باش نعرفوه محمر كنحيدو واحد الحبه كنخليوها تبرد، كنقسمها على جوج اولا كناكلها كاع، انا نديرها فمي. الا كانت مقرمله صافي راه طاب، الا كان باقي شويش كتشوفوا ديك اللوز بحال معجن، خليوه يتحمر على خاطرو. هنا كناخدو نص كميه ديال اللوز اللي غادي نهرمشو، ونص كميه غادي نطحنو مزيان حتى كيطلق ليا الزيت. هنا اول حاجه غادي نبداو باللوز، غادي نهرمشو واحد شويه، واحد القطع اللي كيكونوا كبار، يعني ماشي بحال كونكاسي، كيكونوا كبار على كونكاسي. بحال هكا ضروري انهم يبقاو يعني واحد القطع اللي هما كبار باش كيبقاو باينين في الصفوف. كنطحنو كميات ثانيه كذلك، غير واحد 2 ضربات ولا 3 ديال الضربات بالخلاط الكهربائي بحال هكا صافي، وكنحيدوه باش كيبقى باين ليا في الصفوف. هنا غادي نحيدو، غادي ندوز نغطيوه. شوفوا القوام ديالو كيفاش داير، يعني ما كنطحنوش بزاف، ضروري كنخليوه ديك اللوز كنخليوه هكا قطع اللي هما كبار واحد شويه على هذا الشكل هذا. هنا خديت كميه ديال اللوز وغادي ندوز نطحنها حتى كتطلق ليا الزيت. الا شفتوا ان الخلاط ديالكم يعني صعيب ان يطلق ديك مكسرات الزيت، ضيفوا شويه ديال الزيت فوق منه، يعني تقدروا تضيفوا واحد المعلقه ولا 2 المعالق ديال الزيت باش كيساعد ديك اللوز اولا الكاوكاو يطلق ديك الزيت. بالنسبه لي انا ما ضفتش ليه الزيت، يعني طحنته على خاطري، وخا خدا مني الوقت راه كنطحنوه على خاطرنا. تقدروا تاخذوا هاد المكونات كاملين تجمعوهم في واحد الطاسه وديوهم عند مول العطار، يعني اللي غادي يطحن لكم ديك المكسرات حتى كيطلق الزيت ديالو. صافي انا غادي نطحن هاد الكميه ديال اللوز كامله. كما شفتوا القوام ديالها راه كتطلق لينا الزيت البنات. راه هاد الخلاط هذا ما شاء الله راه عملي، والله الا عملي زوين تبارك الله، وخا صغير وكياخذ الوقت ولكن راه عملي. هنا غادي ندوز نطحنو الكاوكاو بنفس الطريقه، حتى هو غادي نطحنوه بشويه بشويه، ما كنعمروش الخلاط ديالنا بزاف، غير بشويه بشويه هكا صافي. وكنطحنو الكميه اللي بقات ليا ديال الكاوكاو كامل وكنخليوه على جنب. هنايا غادي ندوز ناخد اخر حاجه اللي هي الدقيق. خديت كيلو ديال الطحين، عبرت كيلو، درتو في الكوكوط وغادي نديرو فوق النار متوسطه اولا مهيله، وكنبقاو نحركو بهذا الخلاط هذا ولا بواحد المعلقه باش ما كان يعني ماشي معلقه خشبيه حتى كيتحمر لينا الدقيق. ضروري نصفي واحد كيكونوا فيه كتل كتيره ديال الدقيق. هنا من بعد ما غربلته غادي ندوز نحط قدامي ديك المكونات كاملين اللي وجدت من قبل.
شوفوا باش نعرفوا ان الصفوف ديالنا يجي واحد اللون اللي غامق وزوين، كنجربوا بشويه ديال الزيت. الا كان اللون ديالو باقي بارد واحد شويه كنزيدو ونخليوه يتحمر. هنا كناخد معلقه صغيره ديال المسكه الحره اللي كندوقها واحد شويه مع سكر سنيده بواحد الكويس بهاد الطريقه هذه، وغادي نخليه على جنب. هنايا غادي ندوز نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم. غادي نديرو النافع، وغادي نديرو حبة حلاوة، غادي نديرو ديك المسكة الحرة والسكر، وغادي نضيفو كذلك الكوزة وقبيصة الملحة. غادي نضيف انا غير نص ديال الكوزة، غنحكها في حكاكة رقيقة. بالنسبة ليا انا في هذه المرحلة نسيت القرفة ما ضفتهاش، 2 معالق ونص ديال القرفة. حتى جمعت السفوف ديالي البنات عاد تفكرت بلي ما درتش القرفة، عاد ضفتها. نتوما ضيفوها دابا 2 معالق ونص ديال القرفة. هنايا غادي نضيف 180 غرام ديال سكر كلاصي. بالنسبه ليا ضفت 180 غرام ديال سكر كلاصي، راه جاني واحد الصفوف اللي حلو، المذاق ديالو هو هذاك، يعني ماشي حلو بزاف، وفي نفس الوقت ما كيجيش واحد الصفوف اللي هو ما فيهش السكر، كيجي حلو وزوين، يعني المذاق ديالو هو هذاك. من احسن ما ديروش واحد الصفوف اللي كيكون حلو بزاف يعني عامر غير بالسكر. هنا غادي نضيفو ديك الزنجلان، وغادي نضيف ديك الكميه ديال اللوز والكاوكاو. ضفت غير ربع، يعني ضفت غير نص كميه عفوا، وخليت واحد الربع حتى بلاتي شويه عاد ضفتو، يعني ضفت كميه اللي هي كبيره، خليت غير واحد الربع بحال هكا حتى كنجمعوا العجينه مزيان مزيان وكندلكها. وعاد كنضيفوا اللي بقى ليا باش ما يجيناش واحد الصفوف اللي هو جاري بزاف، يعني ديك الكميه ديال الكاوكاو واللوز كنضيفوها تدريجيا. هنا كنبقى ندلكو مزيان مزيان هاد المكونات. ضروري ان الصفوف ندلكوه، يعني اللي عندها شي كتاف تحطهم في الصفوف. هنا غادي نضيف ديك الزنجلان، وغادي نضيف ديك اللوز اللي هرمشتو. حتى هو غادي نخلطو مزيان. صراحه هاد القصعه كانت صغيره، درت واحد القصعه اللي هي كبيره واحد شويه. غادي نضيف كاع ما بقى ليا ديك ديال الكاوكاو وديال اللوز، غادي نضيفو كله ديك الكميه اللي طحنت، غادي نضيفها كامله. صافي هنايا غادي نبقاو نعجنو. ضروري اننا نعجنو مزيان مزيان باش ديك المكونات كيدخلوا مع بعضياتهم، وهاد الصفوف كيزيد يتعلق وكيطلق لي دم ديالو. كما قلت لكم انا هاد المكونات راه كفاو ليا، يعني ما ضفت لا زيت لا زبده. جا واحد الصفوف شوفوا كيفاش كيتجمع ما بين يدينا وكيجي معلق، وكيجي في نفس الوقت مرمل وزوين بزاف، وبلا زبده وبلا زيت. هنايا انا غادي نضيف 2 معالق ديال العسل الحر. انا ضفت العسل ديال النحل 100%، ماشي هكا ديال السكر. وغادي ندخل مزيان مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم، وغادي نعجنو ندلكو مزيان هاد المكونات. انا في هاد المرحله كنت ضفت القرفه 2 معالق ونص كبار ديال القرفه، ودلكت العجينه ديالي مزيان مزيان. انا هنا غادي نغطيها من بعد ما غادي نجمعها، غادي نغطيها بواحد بلاستيك غذائي ونخليها حتى لا غد ليه. علاش؟ ملي كتحتفظوا بالصفوف ديالكم حتى لا غد ليه كتشوفوا واش كيتشرب ولا العكس كيطلق ليكم ليدم. يعني الا خليتوه ليله كامله هكا مغطي كتعرفوا باللي الطحين ديالكم واش يعني كيتشرب ولا العكس. شوفوا انا الجوانب كيطلق ليا ديك ليدم، يعني بلا زيت بلا زبده وطلاق ليدام، وجا واحد الصفوف اللي هو معلك البنات، وجا واحد الصفوف اللي هو رائع بزاف. كون ما كانش فيه السكر كلاصي كنت غنقول لكم صحي 100%، ولكن فيه السكر كلاصي نقدروا نقولوا 90% صحي. هنا كنعاود انني ندلكو غير واحد شويه بحال هكا، وغادي ندوز نديرو في واحد الطبيسلات اولا نقدموهم. يعني هكا نقترح عليكم واحد الاقتراحات اللي هي بسيطه جدا هكا لمائده الافطار ديالكم، ولا هكا الا جا عندكم شي واحد. يعني غادي نوريكم الطريقه كيفاش نقدروا نزينوا الطاوله ديالنا بهاد السلو اولا بهاد السفوف هذا. بالنسبه ليا كناخذ الطبيسلات من احسن يكونوا بيضين. السفوف كيجي في الطبيسلات اللي كيكونوا بيضين كيبان كتر وكيجي زوين. هنا خديت واحد المول اللي كيتفتح من الجنب، سواء يكون مدور سواء يكون مربع، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي كناخذوا اللوز اللي كنا قلينا، كنديرو ريضه في الوسط وكنبقاو نديرو خطوط باللوز بحال هكا. من احسن خسروا اللوز اللي كيكون صغيور، ما كيكونش ديك حبات ديالو كبار بزاف.
صغيورين كيبانو زوينين في التزيين. بالنسبة لهاد الطبسيل اللي مربع حتى هو غادي نحطو الصفوف بطريقة عشوائية، يعني بحال اللي مولفين نعرفو الصفوف يعني بالطريقة الأصلية ديالو. كندير واحد خطوط هكا باللوز كذلك على شكل ديال الصفة بهاد الطريقة هادي. والتزيين كيبقى اختياري، انا فقط اقترحت عليكم هاد اقتراحات اللي هي بسيطة جدا. وهنا الطريقة الثانية كناخدو ديك الورق اللي كنحطو في الطبسيل باش كنزينو فوق منو الكيكة اولا الحلوى. وعندي هذا مول اللي كيتهز اللي عنده الصينية، كنحطو فيه ديك الكمية اللي بقات ليا ديال الصفوف وكنزينو بهاد الطريقة. من احسن زينو باللوز ما تزينوش بالكاوكاو، حيتاش اللوز هو اللي كيجي زوين مع الصفوف. واصلا ضروري خصنا نزينو باللوز، سواء اللوز مقشر او لا ماشي مقشر ماشي مشكل. وصافي من بعد ما قديته كيكون هذا هو الصفوف ديالي من بعد ما وجدته. كيجي واحد الصفوف اللي هو معلق، كيجي واحد الصفوف اللي هو بنين بزاف. كما شفتوا ما فيه لا زبده لا زيت، وخا هكا كيجي معلق وزوين بزاف وشاد راسو. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون عجبكم وعجبتكم الوصفه ديالنا ديال اليوم. ولا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم وكيشرفني الانضمام ديالكم. وكنقول لكم فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.